السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير عليكم، كيف حالكم؟ إن شاء الله كويسين يا جماعة. إن شاء الله تتمتعوا بصحة جيدة يا جماعة كما عودناكم يا جماعة. ومبارك كلكم عارفين الناس اللي عندهم قنوات، كان اليوتيوب رسل رسالة لكل واحد فيكم، زول اللي عنده قناة يعني كل حد عنده قناة رسل رسائل. يعني الرسائل دي هي أصلك لقنوات الصغيرة يعني كويس. فبعد ما قريت الرسالة يا جماعة عرفت أن الشغل اللي كنت بشتغل الفترة اللي فاتت يا جماعة كلها كان شنو؟ شغل ما صح. فأول حاجة لا فيها صورة مصغرة، لا فيها إداء كويس يا جماعة، يعني كل شيء دي ما كانت مطلوبة عندي. فكانت الشغل على البركة كويس. تتخيلوا يا جماعة واحد تدعي لك سنة من تاريخ بدأ الشغل اللي انت كنت تعمل فيها، فبعد سنة إن تجيك لما تقرأ الرسائل بتلقى إنك لما تشوفها كده تلقى إنك كنت شغال على الفاضي. الحسب الرسالة يعني أنت لما تفهم الرسالة إنك بتعرف إنك ما كنت شنو شغال صح. فبالنسبة للصورة المصغرة للشاشة، فأنا ما بستخدم صور مصغرة. وحتى كلمات المفتاحية يا جماعة أنا ما كنت بفتش في كلمات المفتاحية، بجيب أي جملة من راسي فبجي بستخدمها. يلا زي ما انتوا عارفين ان خوارزميات يوتيوب بيحتاج لكلمات مفتاحية على حسب الموضوع اللي انت تتكلم فيه. فاذا ما عندك كلمات مفتاحية فمن الصعب انك هتخش في الخوارزميات اللي هو بيجيك فيديوهات المخترعة. فمن الصعب ان الفيديوهات بيكون مخترع لناس كتير يعني كويس. فدي هنا مشكلة، يعني كلمات المفتاحية ضروري منها. يعني انت لازم تجيب كلمة مفتاحية بتخطها من الجملة الأولى، بتخطها كلمات مفتاحية. يعني لو كانت كلمتين ثلاثة كلمات انت لازم بتخطها مع الجملة في الوصف للوصف يا جماعة. فإذا مهما كان انت لازم يكون فيديوهاتك يكون من فيديوهات المخترعة كويس. لكن انت من غير ما تستخدم كلمات مفتاحية فمسيرك لازم يكون زي مسيرنا اللي ضيعنا سنة ومن غير ما نستخدم كلمات المفتاحية وبنشتغل على الصح. فدي هنا المشكلة اللي تواجهك، وإن تكون شغال سنة سنتين من غير ما شنو ما تحصل على شيء. فأنت لازم ما هتحقق شروط من غير ما تشتغل على الصح. أنت لازم تحاول تشتغل على الصح يا جماعة. السلام عليكم.